السلام عليكم، مرحبا بكم في عالم الربيع، فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله باذن الله. نتمنى من الله هاد لا فيديو نلقاكم بصحه جيده ان شاء الله باذن الله. مبروك عواشركم، كنتمنى من الله هاد العواشر يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. غندوزو للوصفه اللي غندير معكم اليوم، اللي هما جوج حويجات غادي نصورهم معكم. هنايا بغيت نوريكم كيفاش ديروا الخبيزات ديال الورق ديال الباربه، كيفاش تستافدوا منهم. وهذا الورق ديال الباربه راه صحيين، واللي عنده فقر الدم راه كيصلحوا ليه الصراحه مزيانه، والخبيزه ديالها غزاله. الا جربتوها اكيد راه ما غاديش تقدروا تستغناو عليها، هاد الخبيزه ديال الورق ديال الباربه. هنايا انا حيت الباربه، حيت القشور بوحدهم وغسلتهم مزيان وسستهم وغسلتهم بشويه ديال الخل اولا الحامض، تعصروا الحامض بحال هكا في شي بانيو وتغسلوهم مزيان، يتحيدوا دوك التراب اللي كيكون فيهم، دوك الشوائب كاع اللي كيكون فيهم. انا غسلتهم وحطيتهم تتسقطروا باش ما يجيناش فيديو طويل. هنايا هانتوما كتشوفوا الورق ديال البربره باقي طري. هذا وقت الورق ديال الباربه، اي حاجه دابا راه كتباع بالورق ديالها، ممكن تستافدوا منهم. علاش نلوحوهم؟ حنا نستافدوا منهم ومزيانين ياكلوا حتى وليداتنا بحال هكا، راه زوينين لفقر الدم. غادي ندوزو للطريقه كيفاش. انا غسلتهم هنايا، مهم نشفتهم حطيتهم تسقطروا ليا، وغادي ندوز معكم نوريكم الطريقه. هنايا عندي جبت واحد القراده، انا غادي نقردهم عشوائيين، يعني ماشي ما غاديش نقردهم هكا رقيق بزاف، لانني انا غندوزهم في الهاشوار. واللي ما عندوش هاد الهاشوار راه ممكن يرققهم بزاف، يديرهم على شكل خبيزه بحال هكا يقرد الخبيزه. انا عندي هاد الهاشوار، غادي اللي قردتها غادي نلوحها في هاد الهاشوار هذا بحال هكايا. كنهاشيهم واحد شويه باش علاش هاد نهاشيهم باش ما ياخذوش لي الوقت في الطياب. صافي غادي نبقى مستمره تنقرد كاع هادشي اللي عندي، وغادي نهاشيه بهاد الطريقه هادي. المهم غادي نهاشي هادشي كامل اللي عندي، غنقردو وغادي نهاشيه وغنرجع معاكم. هنا من بعد ما قردت هذوك الورق ديال الباربه، نتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو، هاشيتهم حتى ولاو بحال هكايا. شفتوا كي دايرين هذيك الكميه اللي قردت كامله، هادشي اللي عطاتني. غادي نزيد عليهم هنايا الحريقه الملسه اللي انا مشيت انا حيدتها من وسط سميتو من وسط الربيع، من وسط الربيع بحال هكا من الفول، يعني اللي كيمشي بحال هكا للطبيعه يجيبها. انا حيدتها من وسط الفول، هانتوما كتشوفوا كي دايره، وقرطتها هاشيتها حتى هي وحطيتها عندي في الفريكو. مره كنجبد منها هكا، كنصايب ملي كنديرها بحال هكا الخبيزه، كنخلطها مع الخبيزه مع السلك. دابا غادي نخلطها هنايا مع هاد الورق ديال الباربه. هاد الورق ديال الباربه حتى هما الا ما بغيتوش طيبوهم خليوهم هكا، هاشيوهم قردوهم وهاشيوهم مزيان وحطوهم في واحد البلاستيكه واحتفظوا بهم في الفريكو او كونجيناتور، كيبقاو مزيانين بحال يلاه صايبتوهم بحال يلاه حيدتوهم. عندي هنايا واحد الكميه من الحريقه. هاد الوصفه راه كتصلح لفقر الدم بزاف الصراحه، انا مجرباها مع عندي فقر الدم ديما كنديرها، ولكن حتى اللي ما عندوش فقر الدم راه مزيان يديروها. هنا عندي واحد راس الثومه كامل، نتوما على حسبكم، نتوما على حسب اللي بغيتو نتوما. انا كناكل الثومه بزاف كنديرها. غنضيف هاد الثومه هادي، غادي نضيف واحد الكاس ديال الماء. كاس ديال الماء هو اللي غادي نضيف على هادشي كامل، كاس ديال الماء. دابا غادي نسد هاد الكوكوت هادي وغادي نخليها تطيب لي هاد الباربه. ملي غادي نجبدها غنقلب بحال هكا هاد سميتو ديال الباربه، دوك العروقه ديال الباربه نلقاهم كيذوبوا صافي نعرفها طابت. هذيك الساعه نرجع معكم ان شاء الله بحول الله. هنايا من بعد ما رديت هذا الخبيزه ديالي ديال الباربه، ديال قشور الباربه والحريقه باش يطيبوا، قلت انا غادي نصايب الفلفله، قلت نطبق معكم هذه الوصفه راه غتنفعكم في هذا رمضان. وانا كنديرها ديما بلا رمضان، كتبقى عندي الصراحه زوينه. كيفاش تحتفظوا بالفلفله في الثلاجه؟ بزاف كانوا كيسولوني على كيفاش كديري الفلفله كتحتفظي بها في الثلاجه. انا كندير الخضراء وكندير الحمراء بحال، ولكن الحمراء راه في رمضان ما كنلقاوهاش، يعني ممكن تصايبوها دابا. انا غنوريكم الاحتفاظ ديالها وكيفاش غنقردها انا، وغنخليها بحال هكايا في بلاستيكات ما تمشيو فين. انا غادي نقرد معكم الفلفله وتشوفوا. راه غادي هذا الفيديو هذا راه تبعوه حتى الاخر، غادي تستافدوا فيه الافاده بزاف.
هنا الفلفله من بعد ما تكونوا غسلتوها، انا راه جبتها وغسلتها مزيان، وغسلتها بواحد شويه الخل اولا شويه الحامض فواحد البانيو حتى حكيتها مزيان وغسلتها، لان الفلفله راه كتشد هنايا داك الدواء اللي كيديروا ليه، ضروري كيبقى ليها فهاد الراس هذا. هانتوما كتشوفوا على حسبكم نتوما اللي بغيتو، بحيث الا بغيتو المرقه راه غتقطعوها طويله على حسب المرقه، بغيتوها بحال هكايا ديروها البيتزا راه كتقطعوها صغار، شرائح صغار على حسب البيتزا. هذه هي الطريقه انايا الصراحه كتنفعني ديما الفلفله كتكون عندي هنايا. غنقطعها هكايا على جوج. انا هاد الطريقه هذه هي اللي كندير ليها بحال هكا ملي كنبغي نديرها في البيتزا. كتجمعوا 4 5 وكتقطعوهم بهاد الطريقه هذه، ما كتضيعش لكم الوقت وما كتاخذش الوقت بزاف. هانتوما كيفاش كتشوفوا الا كيبان لكم الفيديو، كنقطعها بهاد الطريقه هذه، وبحال الخضراء بحال الحمراء. وهاد الحمراء راه متواجده دابا، ممكن تصايبوا بحال هكا لشهر رمضان ان شاء الله. يا ربي يخليو عليكم الصحه والسلامه. ما تنساونيش من واحد اللايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. غنبقى مستمره تنكمل هاد الكميه كامله في التكراد كيبقى لكم نتوما الاختيار على حسابكم. نتوما بغيتوها طويله راكم غديروها طويله، المرقه الا بغيتوها للمرقه كتقطعوها بحال هكا الفلفله كتقطعوها على هذا الشكل هذا. هذه ديال المرقه بحال هكا، هذه ديال المرقه. الا بغيت المرقه كنقرضها بحال هكا طويله، الشرائح طوال بهذه الطريقه هذه. شفتوا كيفاش كتجي ديال المرقه كندير ليها هكا. وهذه ديال البيتزا راه كنديرها بهذه الطريقه هذه. الا بغيتو ثاني شرموله راه كتقرضوها على شرموله ثاني، راه كتقرضوها حتى هي بوحدها. ديال الشرموله راه كنقرضها بهذه الطريقه هذه. انا نوريكم صافي، وكنعزلهم في البلاستيكات. يعني اللي بغيت راه كنجبدو، كنجمع بزاف. الفلفله الصراحه زوينه هذه، وكتكون غاليه في رمضان وما كتكونش اصلا، ما قليل كتكونش متواجده في رمضان بزاف. دابا راه كثيره تبارك الله وصل عندي، ممكن تحتفظوا بها. هذه هي ديال الشرموله بهذه الطريقه هذه. نتوما ديال الشرموله كيفاش كندير ليها هكا صافي، كنحطها في البلاستيكات وكتحتفظوا بها في الثلاجه. صافي غنكمل هذه الكميه كامله ونرجع معكم. هنا من بعد ما قرطت الفلفله هانتوما كتشوفوها كي تتجي. انا قرطتها غير البيتزا لانني انا عندي مقرضه في كونجيناتور. انا بغيت نصور معكم فيديو. الخضره هي نفس القضيه نفس الطريقه. هنا عندكم هاد البلاستيكات هادو ديال بيم، راه كاينين كبار وكاينين الصغار. بغيتو ديروا هادو غديروا هادو، بغيتو ديروا عا ميكا عاديه راه غديروا ميكا عاديه. وهاد الفلفله راه كي كتجبدوها نيشان المقله يعني العافيه، ماشي كتجبدوها. نتوما كتشوفوا الكميه اللي بغيتو نتوما، كتحاولوا تخرجوا داك الهواء صافي، وكتحطوها بحال هكايا في الكونجيناتور اولا في الفريغو. كتستفوا وحده على وحده. ما عندكمش ممكن ديروا عا ميكا تشريوها هكا جديده وتحطوا فيها الكميه اللي بغيتو نتوما بهذه الطريقه هذه، اولا ديروها كامله في خطره بحال. انا كان بعض الخطرات ما كتكونش عندي دوك الميكات، الا كانوا عندي بحال هادو هما كبار كندير 2 ميكات اولا 3 صافي بحال هكا. وانتم كتشوفوا كنحاول نخرج هذاك الهواء اللي كاين في البلاستيكه. كنطوي بهذه الطريقه هذه. شتي كي تجي كتحطوا وحده على وحده بهذه الطريقه هذه. الصراحه كتجي حتى هي زوينه. غادي ندير هذه الخضره راه كاينه عندي بزاف، داكشي علاش انا درت غير الحمراء. حتى الحمراء كاينه عندي ولكن انا لقيتها رخيصه شويه دابا، وقلت هكايا نصور معكم فيديو. شحال من وحده كتقول لي راه ملي كنجبدها من الثلاجه كتولي مجلده.
كتخليوها حتى كترخف، ما خاصكمش تخليوها ترخف. ها نتوما كيفاش كنستفها انا في الثلاجه بهذه الطريقه هذه. شفتوا؟ هذه هي الطريقه باش كنحتفظ عليها انا في الثلاجه. حتى نتوما هكا غديروا. انا اين فوا كنجبد الفلفله نيشان الطنجره، كنت غادي نشحرها البيتزا، راه كنشحرها في البلاصه البيتزا، كنت غنديرها في المرقه في البلاصه كنديرها في المرقه، يبغى نديرها في شرموله كنديرها في البلاصه في شرموله. يعني ماشي كنخليها حتى كتطلق، راه مابقاش تخليوها حتى كتطلق. ملي كتخلي اي حاجه جبدتوها من الثلاجه الا خليتوها حتى كتطلق كتولي خايبه. اما الا درتوها جربوها الاخوات، جربوا هذه الطريقه هذه وغترحموا لي عليها الوالدين. المهم هذه هي الطريقه باش انا غنحتفظ على الفلفله ديالي. دابا غادي ندوز معكم ان شاء الله بعد ما طابت ليا الخبيزه ديال الباربه باش نشرملها معكم. هنا باش غادي نشرملو الخبيزه ديالنا اولا وداك الحريقه هي ورق ديال الباربه. هانتوما كتشوفوا الثومه حتى هي طابت، شوفوا كي جات. هانتوما كتجي ناشفه ولكن كتنقصوا عليها البوطه مزيان حتى كطيب. غادي نقول لكم المقادير اللي غادي نشحر بها هاد الخبيزه هادي. عندي هنا الزيتون، واحد 3 دراهم ديال الزيتون هكايا مصير. عندي واحد 2 معالق ديال الربيع المعدنوس والقزبر مخلطين. عندي واحد كاس ديال زيت الزيتون. عندي هنا التوابل. عندي واحد المعلقه ديال المطيشه، هانتوما كتشوفوا مطيشه الحك. عندي واحد نص حامضه مصيره قرطتها على هذا الشكل. عندي هنا الخرقوم او الكركم البلدي. عندي هنايا الكمون، خاص كيمشيو ليا الكلمات الله يستر. عندي هنا واحد المعلقه ديال الكمون. عندي هنا واحد نص معلقه ديال السودانيه كيبقى لكم نتوما الاختيار على حسب اذا كانوا عندكم الوليدات ما ديروش الحار. عندي واحد المعلقه ديال البابريكا او التحميره. هذوما المقادير اللي غادي نضيفوا لهاد الخبيزه ديال الحريقه وورق ديال الباربه. الثومه راه طابت حتى هي، نتوما كتشوفوا الثومه. دابا غادي نضيف كاس ديال زيت الزيتون. غادي نضيف داك الربيع. غادي نضيف معلقه ديال مطيشه الحك. اكيد الا جربتوها بهذه الطريقه عرفتوا كي تتجي واعره كتجي مذاق ديالها غزال. انا مجربها بهذه الطريقه. والملحه ما ذكرتهاش معكم، راه حيت درت غير واحد شويه ديال الملح لانني عندي الحامض فيه الملح، واصلا الحريقه راه مالحه، وعندي سميتو الزيتون مالح. داكشي علاش انا ما درتش الملح بزاف. الملح درت غير واحد شويه ديال الملح اللي درت. غادي نردوها تشحر على النار اللي تكون مهيله، وغنرجع معاكم باش تشوفوها كيفاش غادي تكون. من بعد ما تشحرات ليا هنايا الخبيزه ديال الورق الباربه، هانتوما كتشوفوا كتجي رائعه. غادي نضيف هذا الزيتون اللي ذكرت معكم. انا شحرتها مزيان والبوطه ناقصه، ودابا عاد ضفت الزيتون صافي. غادي ندوزو للشكل النهائي. ضروري ما كتنقصوا النار بزاف وتبداو تشحروا فيها بهذه الطريقه هذه، وانتم كتحركوا بشي مغرفه هكا ديال الخشب الباربه او بطراف. يعني هاد الباربه هذه الصراحه سميتو الورق ديالها غزال الصراحه والله الا كيجي الخبيزه زوين. انا منين جربتو عجبني صافي بديت كنديرها زوينه. صافي غادي ندوز معكم للشكل النهائي ان شاء الله. الشكل النهائي ديال الخبيزه ديالنا ديال الباربه هي هذه. هانتوما كتشوفوا كيجي الشكل النهائي ديالها واعر وكتجي غزاله. كنتمنى من الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم لان صحيه، وهذا وقته علاش نستغلوا علاش لا كنلوحوه. الصراحه كتجي الخبيزه رائعه والمذاق ديالها غزال. عرفتي واحد النكهه طالعه منها وزيت العود كتجي يا سلام. كنتمنى من الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتدخلوا للقناه وتدعموني وديروا اشتراك واللايك باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله بحول الله. والله يعاونكم، والفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله.